ما تيجي يا حلوة انت وهي نعمل العيش السوري او العيش اللي هو عيش الصاج او العيش التوتيلا، سموه زي ما تسموه. جبت هنا عندي 3 كوبايات دقيق، ذره ملح، معلقه زيت، معايا كوبايه ميه من الحنفيه، هنشوف اخدنا منها اتبقى منها تقريبا معلقتين 3، وحسب دقيق كل واحده بتستعمل الدقيق بتاعها ايه. ده دقيق مخبوزات. جبت العجينه وعجنتها كده، لميتها وعجنتها 10 دقايق وكورتها كده كور قد بعض. طبعا انت عايزه تكبري الكور، عندك طاسه الكريب اكبر من الطاسه اللي عندي، كبري براحتك. جبت بقى هنا نزلت كده برش الدقيق وفردت كده الرغيف زي ما انتم شايفين. هديله بالمردنه كده مره يمين ومره شمال كده، عشان عايزاه يبقى مدور معايا. بعد ما اديله كام مره كده بالمردنه زي ما انتم شايفين بفرده، بمسك بقى بايدي كده افضل الف الرغيف عشان يطلع معايا مدور. هنفضه بقى من الدقيق اللي فيه كده، وبايدي زي ما انتم شايفين. الحركه دي تعملوها مهمه جدا، الرغيف هيتساوي معايا الاطراف، وزي ما انتم شايفين كده بصوا بيتكور معايا. هكون جايبه الطاسه بتاعتي مسخناها، هنزل بالرغيف بتاعي كده زي ما انتم شايفين. اول لما ابتدي كده يدي الفقافيق دي، هروح قلبها الناحيه التانيه، هيدي برده نفس الفقاقيع دي كده، هينفخ معايا. هنشوفوا دلوقتي العظمه والجمال، بجد عظمه. 4 مكونات عملنا العيش السوري بكل سهوله في البيت، ما خدش مني يعني 10 دقايق، كنت اشتغلت فيهم كده على طول. 3 كوبايات دي عملوا لي الكميه الحلوه دي. بصوا بينفخ معايا وعظمه ازاي، بجد عظمه. هجيب بقى فوطه عندي، اول لما يطلع الرغيف معايا وهو سخن احط كده جوه الفوطه علشان ما ينشفش مني. اوريكم واحد تاني بقول لكم بصوا، هوريه لكم وهو بينفخ شكله عظمه بجد. لو بتعملوه بالطريقه بتاعتي دي اكتبوا لي في الكومنتات، ولو لسه ما عملتوش برضو اكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، وقولوا لي بقى ايه عجبكم العيش ولا لا. بصوا الجمال والعظمه، حاجه كده بصوا، طري وما فيهوش اي حاجه وسهل جدا. تعملي بيه النوتيلا، تعملي بيه الكريب، اي تعملي بيه سندوتشات سوري، بألف هنا على عيونكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.